السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ياسر عبد الرافع في شرح وتبسيط كتاب البداية والنهاية لابن كثير. النهارده هنتكلم في كلمة النصارى. ليه اتذكر النصارى في القرآن وما اتذكرش كلمة مسيحيين؟ وهل النصارى دي يعني كلمة إهانة يقصد بها إهانة في القرآن؟ وهل هم فعلا اتسموا باسم نصارى؟ طب جت منين كلمة مسيحيين؟ أنا هقول لك النهارده الدليل من القرآن الكريم والدليل من العهد الجديد. أولا في التاريخ، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام نشأ في الناصرة في الجليل في القدس بيت المقدس. فاليهود سموا أتباعه من التلاميذ وأتباعهم الناصريين أو النصارى أو الأنصار. طب في العهد الجديد في حاجة اسمها كده؟ في العهد الجديد في حاجة اسمها كده. لما يهودي راح للوالي بيقول على بولس ان الراجل ده راجل مفسد واحدث فتنة بين اليهود ومقدام شيعة الناصرية او مقدام شيعة النصارى، حسب الترجمة، يا اما الترجمة الناصرية يا اما الترجمة النصارى. يعني كلمة النصارى مذكورة في العهد الجديد وحضرتك راجعها. طب انت بتنكر ان انت نصراني؟ البابا شنودة في سؤال في فيديو تقريبا سنة 95 اتسأل هو احنا مسيحيين ولا نصارى ولا قبط؟ قال احنا قبط ونصارى ومسيحيين. الكلمة نصارى معناها اهل كتاب في القرآن، تشمل بقى الروم وتشمل الايبونيين. الروم اللي هم اتباع بولس، الصلب والفداء والخطيئة والتثليث والتجسد، والنصارى الحق اللي هم اتباع المسيح اللي هم كانوا على دينه في البداية. ويثبت كده القرآن الكريم لما هم كانوا بيعتزوا بكلمة النصارى، مش مجرد ان احنا نصارى واحنا بننكر حاجة زي كده زي ما المسيحيين دلوقتي بيقولوا، لا هم كانوا بيعتزوا. بص كانوا بيقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية 52 سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. دول أتباع وتلاميذ المسيح. طب التطور بتاع الإيبونيين أو النصارى في البداية حصل إزاي؟ الآية 14 سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. لما اتأثروا بالفلسفة بتاعة الأمميين وبتاعة الأمم اللي حواليهم، ابتدوا يقولوا المسيح بقى ابن الله زي ما الأمميين كانوا بيقولوا، فرقة منهم يعني اللي هي قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. سورة التوبة الآية 30. ده التدرج بتاع النصارى الأتباع المسيح. طب التانيين بقى أتباع بولس لا، هم متدرجين على الآخر. يعني أول ما قالوا التجسد والصلب والفداء، والموضوع بعد كده وصل معاهم لمجمع نقية المسكوني 325 لما اعتقدوا بفكرة ثلاثة آلهة وتبنوا فكر التثليث. طب الأمم انت كمسيحي ما تذكرتش في القرآن؟ لا حضرتك، لو انت مش عاجبك كلمة النصارى في القرآن يبقى هتلاقي الكلمة اللي لايقة على عقيدتك. ما تذكرتش باسم، ما تذكرتش بتسمية، ذكرت نكرة. الذين قالوا إن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فدي المسيحية الأممية. إنما النصارى تشملكم وتشمل الإيبونيين. طيب المسيحيين، كلمة المسيحية أو المسيحيين اتذكرت إمتى؟ أيام المسيح؟ لا طبعا، بعد رفع المسيح بحوالي 10 سنين، سنة 43 لما بولس راح يكرس بالديانة بتاعته والعقيدة بتاعته في أنطاكيا. فالناس هناك ميزوهم عن اليهوديين بأنهم مسيحيين، قالوا أن دول مسيحيين. والمسيحيين كانت في البداية كانت بتزعلهم الكلمة، أكنهم لدرجة أدنى أو بيكلموهم من شكل متعالي شوية. هي انت بتهوني، انت عايز تهني لما بتقول لي مسيحي او بتشتمني. ده كان اعتقادهم في الاول
اللي انت فرحان بيها دلوقتي كلمة مسيح، هي مش معناها ان انت متبع المسيح. لو متبع حضرتك المسيح يبقى كنت اتبعت زي الايبونيين الشرائع اليهودية او الناموس بتاع سيدنا موسى، واتبعت التوراة وكملت موضوع الختان، وكملت الدعوة بتاعتك في بني اسرائيل مش في الامميين. نكمل بقى بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل في الحلقات الجاية. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.